هذه قصة أيضا من قصص القرآن، قصة بديعة، قصة رائعة، ذكرت بالتفاصيل في موطن واحد ولم تذكر في غيره من المواطن. قبل أن نبدأ بالقصة التي ذكرت بالقرآن، يقول ابن عباس في الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، أحد الخطب، فسأله أحد الناس، قالوا يا موسى أي الناس أعلم؟ من أعلم واحد؟ فقال موسى أنا، وهو كان بين قومه نعم هو أعلم الناس، لكنه ليس في الأرض أعلم الناس، فعاتبه الرب عز وجل. يعني لما لا يرجع الأمر إلى الله جل وعلا؟ لما لم يقل الله أعلم؟ ولم يقصد موسى عليه السلام شيئا. فقال الله عز وجل بلى، هناك عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى، يعني يعلم أشياء أنت ما تعلمها يا موسى. فقال موسى أي ربي وكيف لي به؟ شلون أوصل له؟ من تواضع موسى عليه السلام، مع أن ذاك العبد صحيح أنه نبي، والأنبياء كانوا في ذلك الزمن في نفس الوقت أكثر من نبي، هذا في بلد وهذا في بلد وهذا في قرية وهذا في قرية، بل في نفس القرية أحيانا أكثر من نبي. لكن مع أن ذلك النبي أقل مرتبة من موسى، لأن موسى من أولي العزم من الرسل، طبعا موسى أفضل منه، والصحيح أن ذلك الرجل نبي من الأنبياء وإن لم ينص على ذلك. مع هذا كان موسى متواضعا، قال ربي كيف لي به؟ شلون أوصل له؟ فقال الله عز وجل يا موسى علامته أن تأخذ حوتا، يعني سمك، حوت في اللغة يعني سمك، فتجعله في مكتل، مثل كيس مثل سلة مثل شيء، تضعه في المكتل، فإذا فقدت الحوت فقدت هذا السمك في ذلك المكان سوف ترى هذا الرجل. امش روح باتجاه مجمع البحرين، أي بحرين الله أعلم، التقاء بحرين ببعضهما البعض في ذلك الزمن الله أعلم، لكن إذا فقدت السمك سوف ترى ذلك العبد من عبادي. أخذ معه فتاه يوشع بن نون الذي راح يصير نبي بعدين، أخذ موسى فتاه يوشع بن نون معه، وأخذ في السفر. موسى الآن يسافر لأي شيء، تدرون لأي شيء؟ سافر موسى لطلب العلم. شوفوا الله أكبر، موسى عليه السلام يسافر مع فتاه لطلب العلم، يريد أن يصل إلى مجمع البحرين. أي تواضع من موسى هذا، وأي حب للعلم هذا، يسافر نبي لأجل طلب العلم، والواحد فينا يمكن الكتاب عنده ما يحب يقرأه، الشريط عنده ما يحب يسمعه، مسجد بقربه ما يذهب إليه، وموسى يسافر لطلب العلم. وأخذ فتاه معه وقال سوف نذهب إلى مجمع البحرين نبحث عن هذا العبد الذي عنده علم أتعلم منه. ووضع الفتى السمك في المكتل ومشى مع موسى عليه السلام، فوصل إلى صخرة فنام عندها موسى عليه السلام، فتحركت السمكة الميتة، سمكة ميتة في مكتل، أخذت تضطرب وتهتز، فشعر بها من؟ يوشع بن نون، نظر إليها، سمكة ميتة تتحرك، اهتزت، اضطربت، تحركت، أخذت تمشي تتحرك. وين راحت وهي تتحرك؟ ذهبت إلى البحر، سقطت في البحر ومشت في البحر وهي تجري في البحر، كل مكان الطريق الذي تمشي إليه يصير جامدا، طريق السمكة صار جامدا في البحر، يعني واضح ما يتغير. ونظر إلى هذا المنظر يوشع بن نون فتى موسى وتحجب، لكنه لم يوقظ موسى عليه السلام لأنه نائم، دعه فإذا استيقظ أخبرته. فانتظر يوشع حتى قام موسى، فلما قام موسى عليه السلام نسي يوشع ابن نون أن يذكر موسى بالذي حدث، بأن السمك قد هرب من المكتل وتحرك. وإذ قال موسى لفتاه، بداية الرحلة، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أمشي لو سنوات ما يهمني لين أوصل لهذا العبد من عباد الله عز وجل، هذا الرجل الصالح. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، يجمد الماء مكان جريان السمك. الفتى شاف، موسى ما شاف. فلما جاوزا قال لفتاه، مشوا راحوا مكان بعيد، وهم في الطريق قال موسى للفتى جهز لنا الغداء،
هني تذكر الفتى السمكة. يوم قال للغدا تذكر الفتى السمك، الحوت اللي كان في المكتل. قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تعبنا في السفر، جهز الغداء. فتذكر الفتى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، تذكر المكان اللي نمنا فيه عند الصخرة؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. من أدب الفتى نسب النسيان إلى الشيطان. واتخذ سبيله في البحر عجبا، شيء عجيب. شفت السمكة المكان اللي كنا نايمين فيه؟ ترى أنا نسيت أقول لك، الشيطان الثاني، أن السمكة تحركت وبثت الحياة فيها وسقطت في البحر لوحدها وأخذت تجري في البحر. والله إنه لأمر عجيب عجبا. قال موسى أول ما سمع هذا الخبر قال له إيه، هذا اللي كنا ندوره، وهذه الآية وهذه العلامة، علامة وجود هذا الرجل الصالح أنني أفقد السمكة. لنرجع مرة أخرى. يمشون على آثارهم، يقصون الأثر، وين حنا كنا يمشون مسافة طويلة مشوا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. أول ما وصل إلى الصخرة إذا برجل نائم مستلق على الأرض، هذا الرجل الذي يبحث عنه موسى. الغريب إن مكان الذي نام عليه الرجل صار أخضر، نبت فيه العشب. موسى لما كان نايم ما كان في عشب هنا، لكن لما نام الرجل كل المكان الذي نام فيه صار منبتا، صار عشبا أخضرا. قيل لهذا سمي بالخضر، كل ما بات أو استلقى في مكان اخضر المكان، كرامة من الله. وإذا كان نبيا فهي معجزة من الله جل وعلا. أول ما جاء موسى إلى هذا الرجل وجده مستلق، سلم موسى عليه السلام. رجل مغطى بالثوب. قال موسى السلام عليكم. فرد الرجل وقال لموسى وأنى بأرضك السلام؟ وين يجي السلام في أرضك؟ كأن الرجل يعرف عما يحصل لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل والفتن التي حصلت. فقال أنا موسى. موسى الآن يعرف بنفسه. فقال الرجل الصالح موسى بني إسرائيل؟ أنت موسى من بني إسرائيل؟ قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. أنا عندي أشياء ما تعرف أنت، وأنت على علم من علم الله علمك لا أعلمه. شوف الأدب، أدب الرجل أيضا. أنت أيضا تعلم أشياء أنا لا أعلمها. قال هل أتبعك أمشي معك؟ قال ما راح تقدر، لن تستطيع معي صبرا. شوفوا بداية القصة الآن. أول ما وجد الرجل فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة. قيل الرحمة هي النبوة، ذكرت في كثير من الآيات في القرآن الرحمة النبوة، لأنه علم بعض الغيب الذي لا يطلعه الله إلا إلى أنبيائه ولا يوحي الله إلا إلى نبي. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، شوفوا أدب موسى عليه السلام، مع أنه أفضل منه. موسى أفضل إنسان في ذلك الزمان، كليم الله، لكن شوفوا أدب طالب العلم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ما راح تتحمل يا موسى، راح تشوف أشياء ما راح تتحملها. قال له راح أصبر إن شاء الله. وموسى وكل الأمر على الله، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف ما اعتمد على نفسه، اعتمد على رب العالمين. قال إن شاء الله راح أصبر ولن أعصي لك أمر، لأنك لو عصيتني، العبد الرجل الصالح يقول لموسى إذا عصيتني ترى ما راح تكمل وياي، ما راح تصبر. قال لا أصبر إن شاء الله.
استأذن الفتى فرجع إلى قومه. يوشع بن نون رجع. بقي من الآن؟ بقي موسى والرجل الصالح، أو قل النبي الصالح، لأنه في الراجح أنه نبي، الخضر عليه السلام. مشي الآن في رحلة في طلب العلم، سفر مع نبيين، الخضر ويتبعه موسى. شوف أدب موسى، يتبع الرجل أينما كان يتعلم من علمه. ما يرضى موسى واحد يعرف شيء وأنا ما أعرفه، لازم أتعلم. وانظروا إلى همة موسى عليه السلام وحرص موسى عليه السلام، وين ما تروح أروح معك. مشي على شاطئ من البحر، أراد أن يركب سفينة، فجاء الناس إلى السفينة وعرفوا الخضر عليه السلام رجل عابد صالح في قومه، فلما رأوا الخضر أركب موسى مع الخضر إلى السفينة بلا ثمن ولا مقابل، كرامة لهما. فركب موسى والخضر وهما في وسط البحر، إذا بطير يأتي على طرف السفينة وينقر نقرة في الماء في البحر، بحر العظيم، طير ينقر نقرة في البحر. فقال الخضر لموسى، قال يا موسى أرأيت إلى هذا العصفور هذا الطير؟ قال نعم. قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله، يعني ما مقارنة علمي مع علمك مقارنة بعلم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. الله أكبر. علمي وعلمك كله لو تجمعه بالنسبة لعلم الله، شفت النقرة هذه وشفت البحر كله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعلم الذي يعلمه هو أصلا علم الله جل وعلا، يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شيء عجيب. شوف الحكم من هذا الرجل، من هذا النبي. فجأة موسى عليه السلام التفت إلى الخضر يسوي شيء عجيب، ماخذ فاس وقاعد يضرب بالفاس على السفينة، يبي يخرق السفينة. الناس ما يشوفونه، الناس أكرموهم إكرام، شالهم بالسفينة. ماخذ هذا الرجل الخضر عليه السلام ماخذ فأس ويضرب بالفأس في السفينة، يضرب بالفأس في السفينة حتى بدأ الماء سيغرق السفينة. فأسرع موسى عليه السلام بثوبه، نزع ثوبه وأخذ يضع ثوبه مكان الخرق ويبعد الخضر عليه السلام، وهو يقول له ماذا تصنع؟ ماذا تفعل؟ الناس أكرمونا والناس يعني تفضلوا علينا، وانت جاي